في خطوة واحدة بس هتعملي أحلى بانيه ما يفكش منك أبدا. تعالي أقولك إزاي. هبدأ أحضر التتبيلة اللي هنقع فيها البانيه، وأنا مستخدمة حوالي كيلو بيضاية ومعلقتين كبار من مية البصل والخل وعصير الليمون، ونص كوباية لبن اللي هو الحليب، ومعلقتين كبار من المستردة. أما بقى التوابل هكتبها لكم على الشاشة. البانيه مغسول وكمان متصفي كويس جدا من المية. هنسيب بقى البانيه في التتبيلة أقل حاجة حوالي ساعتين، ويا سلام بقى لو سبتيه في التتبيلة ليلة كاملة هيديكي نتيجة خطيرة. التغليف بقى عبارة عن بقسماط ناعم ومعلقتين كبار من الدقيق ورشة ملح ورشة من الثوم البودر والبصل بودر والبابريكا والكركم والفلفل الأسمر. هنطلع بقى البانيه من التتبيلة على البقسماط على طول. احنا كده لغينا خطوة الدقيق وخطوة البيض. وعلشان ما تهدريش من البقسماط ويكون فيه تكتلات كده مش لطيفة معاكي، خلي دايما ايدك ناشفة. اضغطي بقى على البانيه كويس جدا ونفضيه كده من البقسماط، ولما تخلصي كل الكمية حطيه في الفريزر قبل القلي حوالي نص ساعة. الخطوة دي مهمة جدا، مش هتخلي البانيه يفك منك أبدا. وزي ما انتوا شفتوا كده أنا حركت ايد الطاسة لجوه. ناخد بالنا يا جماعة وربنا الحافظ. حرارة الزيت متوسطة، ويفضل ان احنا نخرج البانيه على مصفى علشان يفضل مقرمش معانا. وبس كده.